مساء الخير لكل اللي عم يسمعونا عبر التردد 103.5. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون، وضيفي بالاستديو الدكتور إبراهيم ثابت حمو، اختصاصي بالجراحة العظمية. اسمحوا لي رحب بضيفنا لحتى نبدأ لقائنا. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك، على عيني، شكرا كثير. مستمعينا، إذا حابين تنضموا لنا تأغنوا لقائنا ضيفنا الدكتور إبراهيم حمو، اختصاصي بالجراحة العظمية، فيكم تطرحوا أسئلتكم عبر البث المباشر بكومنت، رح نجاوب على أسئلتكم. اليوم رح نحكي عن موضوع جدا مهم وعضو جدا مهم بجسم الإنسان أو الهيكل العظمي. رح نحكي اليوم عن الالتهاب المفصل الركبي التنكسي، وهو يعد من الأمراض الشائعة والحالات الأكثر اللي عم تزور العيادات العظمية. بداية كتعريف، يعني دكتور كمدخل لحلقتنا، شو لو كتعريف مثلا عن الركبة، هالعضو هذا والتهاب المفصل الركبي التنكسي؟ كبداية بدنا نشرح تشريح مفصل الركبة. مفصل الركبة يتألف من 3 عظام بشكل رئيسي، اللي هو مفصل الركبة، عظم الفخذ، وعظم الزنبوب، وبعدين باتيلا اللي هي صابونة. طبعا كل مفصل في له غضاريف. هاي الغضاريف وظيفتها الأساسية إيش هي؟ تسهيل الحركة وسهولة الانسلاق، وكمان لامتصاص الصدمات الضعيفة. تمام؟ تماما. وبعدين مثلا مجال مفصل الحركة عند مفصل الركبة 140 درجة بالعطف وناقص 10 بالبسط. بعدين بدنا نحكي على موضوع مثلا التهاب مفصل الركبة التنكسي. طبعا كل شيء فيه له أسباب وفيه له أعراض وفيه له كذا. أكيد. بدنا نحكي كبداية على الأسباب. أهم سبب لالتهاب مفصل الركبة التنكسي هي البدانة. تماما. تمام. بعدين مثلا الوقفات الطويلة، الحركات الغلط، مثلا وضعية الجلوس الطويلة بوضعية القرفصاء أو القعدة المربعة اللي شائعة كتير عنا. مثلا بيجيك مريض بيضل واقف 2-3 ساعات، أو مثلا بيقعد كتير، أو مثلا عنده وزن، مثل أصحاب المهنات، الحلاقين، مثل الميكانيكي، الحلاق، كذا. اللي بيشتغلوا بالبلاط والسيراميك، هذول العمال مزبوط. الأشغال اللي بيتطلب منهم ساعات طويلة، وقفات طويلة أو نعم. قعود طويل أو كذا. وبعدين بدنا نحكي كمان على موضوع مثلا طبعا كل مرض فيه له درجات معينة. تماما. أكيد دكتور. هلا لو نحكي عن الأسباب، هلا العوامل المسببة لهالشيء هذا، المهنة أحد الأسباب، ولا في أمور تانية؟ مثلا في منهم بيكونوا بينصابوا بأعمار صغيرة دكتور، وفي منهم بينصابوا بأعمار كبيرة. يا ترى هل أعمار الفئات العمرية شو العوامل المسببة لها؟ هلا مرض الركبة مثلا أو التهاب مفصل الركبة التنكسي. هلا الأعمار كبداية، مثلا الأعمار الشائعة لها مثلا بالعمر 40 ولنفترض لعمر 60 70 80 كذا. بقى كل واحد حسب له درجاته. طبعا هذا لا يعني انه مثلا الشاب ما ينصاب او كذا او كذا. ممكن الرياضيين اللي بيشتغلوا. اوكي. اصحاب المهن مثل ما قلنا، الوقفات الطويلة، الكذا الكذا. تمام. اول شيء مثلا بيجيك مريض بيقول لك دكتور انا مثلا عم بشتغل بعد الشغل، بعد ما اطلع على البيت، نعم، بقول لاولادي او لاي حدا بشوفه مثلا تعال وقف على ركبتي او اطلع على ركبتي. تماما. تمام. هذا المريض بيكون مصاب بالتهاب مفصل الركبة التنكسي درجة أولى. تمام. مثلا أول شغلة بتظهر مثلا بعد الشغل. أول ما بيفيق النوم مثلا ما في شيء، بيكون مرتاح كتير. تماما. بعدين مثلا آخر الليل بيتوجع كذا. صح. هذا يعني غالبا التهاب مفصل الركبة التنكسي درجة أولى. نعم. هذا بس مثلا إذا بيراجع العيادة كذا بنقول له تغيير نمط الحياة فقط، كبداية فقط. تغيير نمط الحياة أو إنسايز نعطيه كدواء لا ستيرويدي كذا بيرتاح عليه كتير. تمام.
بعدين بيجي لعندك درجة تانية مثلا، درجة تانية بيكون أول ما يصحى من النوم مثلا بيمشي مسافة 500 معينة. متر 600 متر، بعدها لازم يوقف. أها. يوقف ليرتاح شوي. تماما. تمام. هذا بنسميه التهاب مفصل ركبة تنكسي درجة درجة تانية. تانية. ايه. درجة ثالثة ولنفترض بيمشي مسافة 40-50 متر كذا، مهم. بيضطر انه يوقف. وقف. ما عاد فيه، بده يوقف يستريح شوي بعدين يكمل. بيجيك درجة رابعة مثلا أول ما يفيق من النوم لآخر الليل وجع. آلام أحيانا مستمرة. في مرضى ما بيحسنوا يناموا الليل. أبدا، لأنه عتبة الألم عندهم أو مزبوط. اللي ايه. عند ايه. هلا النوم. الغضاريف تتأذى يعني. صح. في عندك مثلا في مرض، بعض المرضى بيجوا والله عم بسمع صوت طقطقة مهم. كذا. نعم. تمام. بيكون الغضروف ماحي او كذا او متآكل. طبعا. طبعا المعيار التشخيصي هو الفحص السريري. أكيد. وصورة أشعة إكس راي نطلبها بالعادة، بيبين التآكل، بيبين كذا، مثلا بيصير انقراص إنسي يعني لناحية الجواني للركبة. تماما. أكيد على الموضوع التشخيص والإجراءات والفحص السريري بالعيادة هاي أكيد رح نحكي عنها بالبند اللي هلأ جاي. لكن دكتور، أغلبية هلأ في مرضى الكبار بالسن، بظن أنه حتى المفصل له عمر معين دكتور، للي عندهم أمراض مثلا سكري، للي عندهم نقص كلس، للي عندهم كذا. في أمراض هي أمراض مرافقة للمريض، هي كمان بتأزم هالحالة هاي، ممكن تكون سبب طبعا. طبعا. آه. مثلا السكري مثلا، الضغط مثلا، كل شيء بيأثر يعني، كله مرتبط ببعضه. تماما. مثلا عمر المفصل الطبيعي ما فيك تحدد. تماما. في بعض المرضى مثلا، او ما فينا نعتبرهم مرضى، الاصحاء مثلا، النحيلين مثلا، الكذا يعني. في فرق يعني. طبعا. مثلا مريض وزنه 60 ولنفترض، نعم. ورياضي ويمشي وكذا، هذا بظن انه عمر المفصل راح يطول معه كتير. تماما. بينما مثلا واحد بدين وزنه 110 120 للأسف. كذا، يعني لعمر 40 45 بتلاقي المفصل اهترى عنده. تماما. وبيحتاج لإجراء تاني، هذا أكيد طبعا. رح نحكي عنه. إذا لكان دكتور اللي فهمته من حكيك إنه العوامل المسببة أو العمر والكذا بيلعب دور في يعني تقليل من عمر المفصل يعني. مظبوط. يحتاج يا إما تداخل جراحي أو مداواة بأدوية معينة أو تبديل مفصل يعني. هذا بالمراحل المتقدمة. هلا كبداية مثلا مثل ما حكينا درجة أولى وثانية، فينا بس على الأدوية وتغيير نمط الحياة يمشي حال المريض. كيف دكتور هلا اللي بيسمعنا مستمعينا للي عم يسمعونا، يا دكتور يا ترى شو يعني تغيير نمط الحياة؟ هلا تغيير نمط الحياة شلون؟ مثلا المريض بدين نقول له خفف وزن. نعم. تمام. في مريض بيطلع على الدرج طلوع نزول كتير، بنقول له خفف هالشغلات. تمام. مريض بيقعد قرفصاء كتير. القرفصاء مثلا، العفو، الحمام العادي، التواليت مثلا بيساوي فرنجي. نعم. تمام. هالامور هاي يعني امور كتير بسيطة بس تأثر كتير على المفصل. اكيد بتساعده هم يرتاح المريض اولا، ثانيا نطول عمر المفصل بيطول بعدين. عمر المفصل. وممكن يعني بمراحل معينة او المرضى اللي اذا كانوا متعاونين مع التوصيات الطبيب ممكن يعني تزول هالاعراض هاي كلها كمان. مزبوط. تزول بالاضافة مع شوية ادوية معينة يعني. مزبوط. هلا يعني. الأهم تغيير نمط الحياة. تغيير نمط الحياة. الأدوية مساعدة بس ما لها التأثير القوي. رح أذكر مستمعينا للي عم يسمعونا، أنتم هلا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستديو دكتور إبراهيم حمو، اختصاصي بالجراحة العظمية. عم نحكي عن موضوع التهاب مفصل الركبة التنكسي. شو هو هالمفصل، شو هو هالالتهاب هذا، شو الأعراض اللي عم تصيب المرضى، الأسباب والعوامل المسببة المؤهبة لحدوث التهاب أو مثلا أي آفة بالمفصل. الدكتور هلا عندكم المريض اجى بشكوى لعندكم على العيادة، دكتور عندي آلام قد تكون بسيطة متحملة يعني محملة، مثلا بيتحمل المريض الآلام هاي. لو نحكي عن موضوع التشخيص غير الفحص السريري، شو بيتطلب المريض سواء كان تحاليل أو صورة شعاعية لتثبته بالأمر والدرجات؟ هلا المعيار الرئيسي مثل ما حكينا هو الفحص السريري، وبعدين بنحكي المريض بنكتشف انه معه التهاب مفصل ركبة، التهاب مفصل ركبة تنكسي. بعدين اكس راي
صورة أشعة بسيطة صورة بنطلبها لنحدد الدرجة. مثل ما حكينا الدرجة الأولى والثانية، حكينا هلا الدرجة الثالثة بقى هلا طالعة مثلا حقونات، نعم. ولنفترض حقن البلازما كتير مفيد، نعم. بيطول عمر المفصل. طبعا مو حقن البلازما أنا اليوم جيت حقنت بلازما خلص لازم طيب، لا. تماما. إذا حقنت بلازما وكمان ما رجعت على الأول مثلا تغيير نمط الحياة، ما راح تتحسن وما ما راح تتقيد تستفاد. بالمعلومات إذا ما راح تستفيد. طبعا أهم شيء تغيير نمط الحياة. حلو. أهم شيء تغيير نمط الحياة. وبعدين مثلا بيجي على الإبر الزيتية في هيالان وهالشغلات هدول. مثلا في بعض المرضى يجوا يقولوا مثلا حبة زيت السمك أوميجا 3 مفيدة. هلا كلنا بنعرف إنه مضادات للأكسدة وكذا بتفيد المفصل. وبعدين مثلا فينا نجري تنظير على الركبة بالدرجة الثالثة كمان. هلا في قرحات أحيانا تتواجد بالناحية الأنسية للركبة. نعم. فينا نثقبها كمان بيطيل عمر المفصل شوي. إيه. إذا صار المريض درجة رابعة، إذا صار درجة رابعة هذا حكما بده تبديل مفصل. أيوة. إيه. بيصير درجة رابعة، بعدين بيصير تقوس وقصر وكذا. يعني حتى مجال الحركة عنده هلا قلنا طبعا مثلا نقلنا 140 عطف وناقص 10 بسط. البسط بيصير عنده 10 درجات ولنفترض. أيوة. يعني بينقص شيء 20 درجة 30 درجة. حتى بالعطف ما بقى يحسن يعطف. صح. بيصير لل 80 90 درجة عطفه مو أكتر. يسمى هذا تحدد حركي. مو تحدد حركة مع انحراف كذا. بيصير فالغوس فاروس. الشكل المفصل بيتغير. بتلاقي اللي بيمشي عنده عدم تناظر. يعني شلون بيمشوا على الكراسي كذا مثلا 10 خطوات ما في يكمل ال 11 بيوقف يقعد. دكتور كل حالات اللي ذكرتهم مثلا او الدرجات اذا صح التعبير بس بيتطلب هالاجراء هذا يعني بالفحص السريري والصوره شعاعيه. صوره شعاعيه بسيطه. اذا ما حتى الدرجه اذا كانت مثلا رابعه ما بيستدعي اي اجراء تاني مثلا طبقي محوري او رني مغناطيسي. ما بيستدعي. الصوره البسيطه كافيه. كافيه. حلو كتير. تماما. دكتور بعد التشخيص دائما المريض بيخضع لموضوع العلاج والطبيب بيحط له خطة علاجية سواء كان بالدرجة الأولى لا الدرجة اللي آخر احتي. لو نحكي عن موضوع العلاج على كل يعني درجة. هلا مثل ما حكينا أول شيء الدرجة الأولى المعيار الأساسي لعلاج المرض هي تغيير نمط الحياة. كبداية مثلا أنت ولنفترض مريض جاي لعندي وزنه 140. هذا المريض قد ما أعطيته أدوية ما راح يتحسن أو يتحسن فترة شهر يرجع لعندي دكتور ما تحسنت بعد شهر كمان رجع لي الوجع. في سبب موجود لازم نتخلص من السبب. تمام. بخفف وزن. مريض الخفف وزن قبل أجل عندي دكتور أنا خففت وزن كمان ما تحسن. أنت خففت وزن بس ما التزمت بالشغلات الثانية. مثلا درج بيتك ولنفترض طابق رابع سقف خامس. صح. مصيبة. أنت بدك تطلع طلوع ونزول. طلوع بيأثر ونزول كمان بيأثر. بعدين القاعدة المربعة أهم شيء تتركها تبطلها. خيو أنت بدك تصلي مثلا تصلي على الواقف أو تصلي على الكرسي. تمام. عندك تواليت عادي بدك تسويه فرنجي. ما عندك قدرة تضبط كرسي في يعني في حلول يعني في حلول بسيطة يعني وبتطيل معك عمر المفصل كتير. صح. بيأثر معك كتير. تمام. الدرجة الثانية كمان مثلا بنعطي متممات غذائية مثلا أوميجا 3 أو حقن البلازما بيستفادوا كتير من المرضى. درجة ثالثة ولنفترض هلا الدرجة الثالثة كمان فينا نحقن بلازما وكمان فينا نحقن إبر زيتية وأحيانا نضطر لحقن الكورتيزونات كمان. المريض يتحسن عليه بس لازم يرجع لعلاج النمط الأول والثاني كمان. تماما. بنرجع للقاعدة الأساسية تغيير نمط الحياة أبدا أهم كل المراحل. أهم شيء التهاب مفصل الركبة التناكسي بدك تغير نمط حياتك. هلا إمتى مثلا هون عنا خاصة بالقامشلي أو بكل سوريا حتى إمتى بيضطروا يغيروا نمط حياتهم المرضى؟ بس يوصلوا لمرحلة ما عاد مرحلة غير قابلة للعكس مثلا. مرحلة غير قابلة للعلاج
بتلاقي المريض والله ما عم نام غير على التخت، والله ما عم اقعد الا على الكرسي، والله ما عم روح على الحمام الا إنه على فرنجي. أساس يعني انت بالاصل ما بقى، يعني ما بقى تقدر تقعد، ما بقى تقدر تسوي هيك شغلات لحتى جديد حسيت على حالك وهيك كملت. إنه هو وصل لمرحلة ما عاد تترمى، ما مزبوط، عاد ما في ما بقى تراجع. يقدر، خلاص بده يظبط تواليت، بده يظبط حمام العفو، بده يظبط وضعية النوم، بدور جديد، بدور بقى على بيت أرضي، صح. ايه هالشغلات كلها بكون بعد وصل ما لمرحلة ما ايه. عاد في مزبوط، تراجع يعني. غير قابل للتراجع. إذا فينا نجاوب على أسئلة المستمعين. أم هاشم ما بعرف إذا هي جديدة انضمت لنا، لكن الدكتور هو كان يجاوب على السؤال اللي طرحتيه، شو نوع الأغذية اللي بتطول عمر المفصل. الدكتور شرح يعني إنه ما في شيء يطول عمر المفصل، ولكن في شيء اسمه تغيير نمط حياة، اللي مزبوط. أكيد رح بآخر الحلقة أكيد الدكتور رح يرد يذكر هالملاحظات هاي. خليكي معنا أو عم تتابعينا أم هاشم، أكيد راح تستفيدي من ملاحظات الدكتور. الأخ جيهان كمان، كيف يعرف المريض أي درجة هو قبل التشخيص؟ أكيد راح نرد الدكتور يشرح لنا إنه موضوع حكينا عن الموضوع. حكى الدكتور وشرح على الحالة. ما بعرف إذا انضميتي لنا مؤخرا، وهي عم تعترف انه الدكتور قال خفف وزن. طبعا هي الدرجه الاولى، رح بلش من عندي ولا وانتم كمان لازم نخفف وزن. روج قام شلون عم تسأل انه دكتور من سنة شلت صفيحات من رجلي، عملت عملية بالشام وصارت فترة يصير تقلص بالركبة، ليش وممكن الرد؟ ما بعرف يعني معناته هي الصفيحة حاطة اكيد صفيحة، نعم، ممكن كان في كسر او اي شيء بجوز هاي معين. الحالة مثلا بدي اذكرها بشكل مختصر تفضل طبعا. دكتور يا ريت. اي كسر بيصير حول المفصل علاجه جراحي، نعم. علاجه جراحي تمام. ليش مثلا اي ستيب او تبدل صغير بضل بالمفصل تماما. يؤدي الى تموت الغضاريف. آه. تمام، اذا تموت الغضروف عندك خلص صار التهاب مفصل ركبه تنكسي، بتنخر عندك المفصل. تمام. هلا بيجوز موضوع الاخت مثلا كان عندها ما بعرف بيجوز كسر مفصلي او نتيجة كذا، حادث، نتيجة شيء معين، ما بعرف. بيجوز يعني اذا كان مثلا صفيحه مثلا اسفل مثلا ما لها بمناطق الركبه او المفصل، فما بيأثر، موضوع عادي، أكيد. بيكون من شغله تانية او كذا. الأخت جان عم ترد تذكر إنه الدكتور كمان نصحها إنه الدرج بيضرك، والدكتور كمان دكتور إبراهيم حكى إنه الدرج كان كيف ما كان سواء بالنزول أو بالطلوعة. هالملاحظة هاي يعني يا ريت تلتزمي فيها. يا ريت تلتزمي أخت جيهان بتوصيات طبيبك كمان. هلا رح نرجع شوي لموضوعنا، وأكيد للي حابب يسأل ضمن إطار اليوم موضوعنا اللي هو التهاب مفصل الركبة التنكسي. إذا حدا عنده أي مشكلة أو أي سؤال ضمن موضوع حلقتنا، أهلا وسهلا فيكم. اكتبوا بالكومنتات رح نجاوب على أسئلتكم. دكتور العلاج، هلا حكينا شوي إنه بين قوسين ذكرتوا الأوميجا 3 اللي هو يعتبر فيتامينات، ما هيك دكتور؟ مزبوط. طيب هذا هلا عم تنصحوا المريض يخفف وزنه، هل الأوميجا 3 ما بيزيد الوزن؟ هلا نوعا ما مثلا؟ هلا نوعا ما بيزيد الوزن، بس هو نحن مرنم دائما يعني دائما هو مضاد اكسده بيجي. تمام، نحن نشوف الشغله بمنظور مثلا اذا فائدته اكثر من مساوئه فالمريض يستعمله عادي. حلو. بينما اذا كان سيء اكثر ما يفيد لا، تمام، بدك تبطله. في موازنة حسب تقييم الطبيب يعني. ايه يعني لازم تكون الشغلة كعلاج أفضل من الأذية. هلا في بعض المرضى مثلا بتنكس عندهم الركبة أو الورك. ليش؟ صح. مثلا بيستعملوا كورتيزون. صح. تيجي لعندك أقل والله مثلا من الكورتيزون هيك صاير معك، تقول لي يا دكتور مثلا الدكتور هو اللي وصف لي الكورتيزون. تمام. صح. بيكون الدكتور وصف لك كورتيزون مشان ولنفترض اطباء الصدريه بيستعملوا. نعم. ايام يعني الكورونا كتير استعملوا الكورتيزون ولنفترض. في مثلا التهاب مفاصل رثياني ممكن مثلا علاجه هو ستيرويدات والكورتيزون وكذا، مضطرين الاطباء يعني مضطرين، فيعني فائدته اكثر من مضرته. تمام.
يعني الواحد بيكون مجبور أحيانا. تماما. والموضوع البلازما دكتور، ضمن سياق حديثك ذكرت موضوع البلازما اللي هو حاليا دخل بمجال التجميل ومجال مظبوط. المعالجة ومجال البوست، يعني المريض إذا وصل لمرحلة معينة فيكم تحافظوا على المفصل بمرحلة معينة. شو بتحكينا عن البلازما هيك بكم جملة مثلا؟ هلا باختصار، مم. مثلا البلازما بيجدد الغضاريف، مو آه. يعني بمفهوم انه يجدد الغضاريف خلص، لا الغضاريف تموتت بده يجددها، لا مم. بيطيل عمر المفصل. مم. مثلا بالدرجة الثانية والثالثة مفيد ايه، بس بالدرجة الرابعة لا. آه. مم. تماما. يعني بيكون الوقت المفصل بينتهي خلص، بينتهي ما في له علاجات. صح. مثلا اليوم اجى لعندي مثلا واحد عمره شي 80 سنة، مم. بقول لي دكتور احقن لي بلازما، اقول له ما راح تستفاد. تماما. تمام. انت حسب المرحلة يعني. مثلا درجة رابعة ما راح تستفاد شيء. بيقول لي دكتور والله مفصل ما استرجي او ما عندي قدرة او كذا، خلاص بتضل على المسكنات، مم. بتضل على تمام. المسكنات مو اكتر. حسب تقييم الطبيب يعني. مزبوط. الأخ هاني بعد سؤال: مساء الخير، أنا من دنمارك. سؤالي: قبل 16 سنة أخذت قزعة من الكبد وحتى الآن في ألم حتى وضعت إصبعي مكان العملية، ولكن اليوم عم نحكي نحن قرينا سؤالك مشان ما يعني تعتب علينا أنه نحن ما قرينا سؤالك. يبدو طبعا سؤالك هو بمجال الهضمية الأخ كريم. نحن اليوم ضيفنا أخصائي جراحة عظمية وعم نحكي عن التهاب مفصل الركبة التنكسي. إذا عندك أي سؤال بهالمجال هذا أكيد رح نرحب فيك وأكيد رح نطرح سؤالك. دكتور، المرضى اللي بياخدوا ما ذكرت من شوي موضوع الكورتيزونات، موضوع مرضى غدد السم والسكري، فهن يعني الضرورة اللي بتاخد يعني الحاجة الماسة للكورتيزونات هي على حساب أمور أخرى، سواء كان فشل كلوي، سواء كان التهاب فرضا ارتفاع خمائر الكبد او الاذيه المفصليه. شو بيصير في تنسيق بينكم وبين الاطباء هاي، انه ممكن يعني تمنعوا الدواء المعين او بجرعات خفيفه، التنسيق بينكم وبين الاطباء الاخرين من الاختصاصات الثانيه؟ هلا دائما تكون في استشارات، ما هيك دكتور؟ طبعا بيكون نعم. في هيك شيء. هلا مثلا اليوم بلش مثلا المريض بجرعة معينة من الكورتيزونات. نعم. تمام. نحن بنحاول قدر الإمكان مثلا ولنفترض 10 أيام لهجوع الحالة نعم. أو ما يسمى خلص أنت شفيت. تمام. قدر الإمكان بنخفف الجرعة لأقل شيء، لأقل شيء لحتى تتوقف. مهم. تمام. يعني والله والمريض ما لازم ياخذها من عند حاله، خلص اجتني نفس الحالة لازم اروح، بلا ما اروح لعند الدكتور مهم. لازم اروح لعند الصيدلي كتير اجيب نفس ناس. الدواء، خلص بدي اتحسن. صح. هيك ما بيصير. وبعدين مثل ما حكينا نحن بنعطي مثلا ضمن الحدود وبعدين بنخففها المسموحة يعني. مزبوط. مهم. بنخففها تدريجيا لحتى اخر شيء نوقفها. مهم. طبعا ما بيصير المريض اليوم اخذ كورتيزون شغلة 10 ايام بجرعات عالية مهم. ويوقفها من عند حاله، كمان ما بيصير، مهم. كمان يؤدي الى اذية. أكيد إيه. أكيد يعني. أو يعني كيف مثل ما بيكون بتصير مقاومة على الصادات أحيانا لما المريض بيضل مزبوط. ياخذ الصاد، ممكن تتنكس الحالة وما عاد تستجيب على مزبوط. كمان العلاج يعني. وجهة نظر. تمام. رح أذكر مستمعينا للي عم يسمعونا ضل شوي لينتهي لقائنا، للي عم يسمعونا وعم يخطر ببالهم سؤال لا تترددوا، ابعتوا لنا على الفيسبوك أي تعليق سؤال، أكيد رح نجاوب على أسئلتكم بما يخص مجال الجراحة العظمية. وموضوعنا لليوم هو التهاب مفصل الركبة التنكسي. مستمعينا للي عم يسمعون عبر التردد 103.5، ضيفنا بالاستوديو الدكتور إبراهيم حمو، اختصاصي بالجراحة العظمية. أنتم عم تسمعوا برنامجك صحتك بالدنيا، معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون بخدمتكم. أكيد رح نكون كم دقيقة البقيانة رح نجاوب على أسئلتكم. هلا دكتور، دائما بعد العلاج، موضوع العلاج إذا بدنا نحكي عنه، كيف ايمت بيكون دوائي وايمت بيكون تضطروا لموضوع تداخل جراحي بمراحله المعينة بدرجاته المعينة يعني؟ هلا درجة أولى وثانية دوائي مع شوية توصيات، صار درجة ثالثة ورابعة. هلا بالدرجة الثالثة فينا عن طريق التنظير مثلا، مهم. مثل ما حكينا إذا في قرحة معينة كذا بنسقبها، مهم. إذا ثقبناها مثلا بتجدد حالها شوي. تمام. يعني بتطيل عمر المفصل. نعم. تمام. صار درجة رابعة، مهم.
صار بده تبديل مفصل، حتما يعني. حتما بده تبديل نعم. مفصل. يعني خلص بتكون الغضاريف منتهية، بيكون العظم عم يضرب، تماما عم بيصير طقطقة بيتآكل كذا، تماما. بيصير يعني بيتاكل لحتى يوصل للعظم الفخذ والزنبوب. صح. وقتها يعني بيفقد مرونته المفصل، مظبوط. لا، الحركات بتخفف الوظيفة حركة كتير، يعني. يعني العطف البسط عند اه المريض بيصير مثلا بيفوت القدم بالركبة بالفاروس فالجوس صح. كذا. المريض من تلقاء نفسه بيجي بيقول خلص لك المريض دكتور بدي المريض خلص بدي هيك عملية يعني. يعني صار في توعية. مثلا المريض بيعرف خلص، يقول ما بقى الطيب، صح. ما بقى الطيب. انه ما عاد استجيب وانا ما عاد ارتاح يعني، مظبوط. لانه الشكوى حتضل هي مظبوط. بوتيرة ألم طويلة يعني هلا مرضى المفاصل وخصوصا مفصل الركبة بتلاقيه يفتل بين الأطباء كلهم. صح. ليش؟ لأنه ما عم يتحسن. نعم. ليش ما عم يتحسن؟ العلة بالمريض. مثلا اليوم إذا أخذت دواء وما استفدت وأنا ما غيرت نمط حياتي، مهم. شو استفدت؟ ما استفدت شيء، صح. عموما ما تستفاد. يعني بضر المفصل أكتر. نعم. يعني كل ما ضليت على نمط حياتك بتضر المفصل أكتر. مهم. تماما. بنهاية لقائنا رح نشكر الدكتور إبراهيم ثابت حمو، اختصاصي بالجراحة العظمية. لكن قبل ما نختم لقائنا رح عبر منبر بوير وبتوصيات الدكتور إبراهيم للأصحاء للي يعني مقبلين بأعمار معينة، اللي عندهم بداية إنذار سيئة على آلام الركبة، وللي عندهم يعني آلام معينة، رح ينصحنا الدكتور ان نحن وانتو بتوصياته. تفضل دكتور. شو هلا بتنصحنا؟ أهم شغلة مهم. تخفيف وزن. مهم. أهم شغلة تخفيف وزن. بعدين القرفصاء، مهم. القعدة العربية كذا، نحاول قدر الإمكان نخففها. الصلاة على الكرسي أو واقف. للي عندهم مشكلة، للأصحاء أكيد ما هلا اللي عندهم مشكلة وأعمار بعد ال40 فينا نقول مهم. 40 45 كذا، يعني وقتها الغضاريف بتقل مرونتها. نعم. تمام. يعني لازم ما نستنى لحتى والله صار عندي ألم، صار عندي كذا، وقتها بنبلش يعني أفضل. من عند أفضل. تلقاء ذاتك يعني، لو بلش مظبوط. أفضل. إيه. يعني صار عمرك 45 40 45 خلص اعملها التوصيات أفضل لك، يعني مشان ما تتألم لبعدين. صح. تمام. يعني قدر الإمكان الواحد يحافظ على المفصل. خلص أنت صرت بهذا العمر مرونة المفصل بتقل كذا، لازم مارس رياضة، لازم قوي عضلة مربعة الرؤوس، هاي العضلة الفخذية يعني. نعم. ايه، رياضة درجة أولى، تخفيف وزن مثل ما حكينا، عدم الجلوس بالحمامات مدة طويلة، الجلسات العربية اللي نحن هلا متعودين قلناها مو ونكررها كمان ايه، يعني. مو انه جلوس لقعدات طويلة، لا، مهم. بدك تساوي الحمام فرنجي. قطعا يعني. ايه، خلص صار عمرك انت فتت بهذا العمر، مهم. خلص المفروض انه تساوي حمامك فرنجي. او بعد مدة من الزمن بعدين راح توجعك ركبتك وراح تضطر لزيارة الطبيب وراح يقول لك نفس التوصيات. تماما اكيد يعني. وللي عم ياخذوا ادويه من تلقاء نفسهم اللي يعني بتضر، سواء كانت مضاد التهابات غير سترويديه او يعني حتى اذا كانت مراهم ربما قد ما هالمشكله الكبيره، مظبوط. لكن سواء كانت كورتيزونات او اوبار او كذا من تلقاء نفسهم، شو بتنصحون هدول دكتور؟ هلا الكورتيزون انصح لكل حدا عم ياخده، وصارت موضة جديدة عنا عم ياخدوه مشان السمن او كذا، خاصة البنات الصغار. نعم. الكورتيزون كتير مؤذي. كتير مؤذي يعني، ما بيتخيلوا لأي درجة ممكن يأذي أكثر من عضو. يعني ممكن تضطر البنت أو الشاب الصغيرة بالعمر مثلا 18 20 21 22 لتبديل مفصل كامل، خاصة الورك. صح. يعني بالدرجة الأساسية يؤذي الورك. وبظن تسجلت حالات يعني بسوريا شفناها. تبديل مفصل ركبة وبأعمار صغيرة، من المفروض تكون بفوق 60 مثلا. مظبوط. يعني هون مزبوط. المشكلة يعني نحن مقبلين على عمليات جراحية تنعمل لأشخاص، يعني مثال الديسك دكتور تنعمل لمرضى إن أعمارهم صغيرة، وهي أحد الأسباب هو سواء السمنة أو نمط الحياة. مظبوط. مظبوط.
أي توصيات تانية أخرى دكتور عندك إذا حابب تضيف شيء لمستمعينا وبنختم فيها لقائنا. مشاهدينا الكرام، اكتفوا بتغيير نمط الحياة وكتر خيركم. ألف شكر لكم دكتور على الحضور الجميل والمعلومات القيمة. كان ضيفنا بالاستديو الدكتور إبراهيم ثابت حمو، اختصاصي بالجراحة العظمية. كنت معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون. بشكر زملائي بالكنترول. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة.